شي نهار كيفاش تحولي احلامك لحقيقه. حنا دابا في ديسمبر، يعني ما بقى والو العام جديد، وفاش كنقولوا عام جديد كنقولوا اهداف جداد، عادات جديده، نبدلوا حياتنا ونحققوا احلامنا. في هذا الفيديو غنعطيك خطوات باش تقدري تحققي اهدافك وتطوري من راسك وتكوني ناجحه في حياتك. باي ذا واي هابي نيو يير، واخا باقي الحال شي شويه. Ladies and ladies, welcome back to another video. اليوم نعطيك الخطه الكامله باش تقدري تحققي اهدافك وتطوري شخصيتك وتوصلي لاي حاجه كتحلمي بها. اغلب الناس وشحال من واحد فينا عنده بزاف ديال الاحلام، عنده بزاف ديال الاهداف، كلشي باغي يوصل وكلشي باغي يحقق شحال من حاجه، ولكن قليل ديال الناس اللي كيوصلوا بصح. قليل من هذوك الناس اللي كيبقاو يحلموا وهما اللي كيحققوا اهدافهم وكنشوفوهم بصح كينجح. الفرق الوحيد بيناتهم ان واحد كيبقى غير كيحلم وكيبقى عايش في الاوهام ديالو، وواحد كيخدم على داكشي اللي كيحلم به، كيخدم على دوك الاهداف اللي باغي يوصل ليهم، ماشي كيبقى غير كيحلم بهم. يعني السر ماشي غير هو يكون عندك اهداف، لا، خاص تكون عندك العزيمه، تكون عندك الاراده والاستمراريه، تكون عندك واحد الخطه واضحه حاطها وخدام عليها الهدف ديالك اللي باغي توصل ليه. داكشي علاش من الافضل فاش تجي تفكري في شي اهداف باغا تحققيهم ولا تجي تبغي تكتبيهم يكونوا اهداف اللي قابله للتحقق، قادره انك ديريها، ومن الاحسن ما يكونوش كتار بزاف باش تقدري تركزي عليهم وتقدري بصح تحققيهم. خاصكم تعرفوا ان دخول عام جديد راه ما كيبدل حتى شي حاجه، هو غير واحد المحفز كيخلينا نتحفزوا اننا نبداو واحد الحاجه جديده، اننا نبدلوا حياتنا، ولكن من الشهر الاول ديال داك العام كيمشي داك التحفيز. داكشي علاش خاصك تحطي اهداف للشهر، اهداف للنهار، ماشي غير للعام. خاص تكون عندك واحد الخطه اللي تكون واضحه وتكوني مستمره عليها كل نهار باش تقدري بصح توصلي للاهداف ديالك. ودابا تقولي لي كيفاش غادي ندير؟ غتشري لك واحد الدفتر يكون زوين كيوت مهم عاجبك وغتكتبي معايا. في الصفحه الاولى غادي تكتبي الاهداف اللي باغا تحققي في هذا العام كامل، وغادي تقسميهم لواحد الاجزاء معينه. غديري اهداف الدراسه في حالتك كنتي كتقراي، اهداف العمل الا كنتي كتخدمي، اهداف اجتماعيه، اهداف شخصيه، اهداف دينيه. المهم تقسميهم بحال هكا الاجزاء، وديك الساعه كل قسم من دوك الاقسام اللي درتي غتحطي فيه واحد 3 ولا 2 على حسب انت القدره ديالك وعلى حسب انت شنو بغا تحققي في داك الجزء. نعطيكم امثله باش نقدروا اننا نوضحوا الفكره اكثر. مثلا جبتي انت داك الدفتر ديالك وكتبتي فيه كيف قلت لك الاهداف الاولين. مثلا درتي اهداف الدراسه، غادي تجي من تحت منهم غتكتبي ما نبقاش نجمع عليا الدروس اللي درناها غادي نجي نقراها. الهدف الثاني بغيت نجيب نقطه مزيانه، اي نقطه بغيتي بحال هكا. مثلا غادي ديري اهداف العمل، غتكتبي تحت منها بغيت في هذا العام الجديد نكون ممتنه اكثر للعمل ديالي، حيت كاين بزاف د الناس كيخدموا وما حاملينش الخدمه اللي هما فيها. انت مثلا غتقدري انك تحطي الهدف ديالك انك تبغي الخدمه ديالك تكوني ممتنه ليها، حيت راه بزاف ديال الناس باغينها وما لاقيينهاش. ولا فرضا انك ما بغيتيش تبقاي فيها، غتكتبي الهدف ديالك انك تطوري من راسك وانك تقلبي على خدمه محسن وانك تلقاي خدمه اللي تكوني انت مرتاحه فيها. تحت منها مثلا غادي ديري اهداف اجتماعيه، غتكتبي عاوتاني بغيت نطور التواصل ديالي مع الناس كثار، بغيت نعرف نهضر كثار، بغيت نحيد الناس اللي مأذيني في حياتي، بغيت نعرف نحط لهم حدود. ديري تحت منهم اهداف دينيه، تقدري عاوتاني تكتبي فيها بغيتي تقربي من الله كثار، بغيتي تقراي على الدين ديالك كثار وتعرفي على شحال من حاجه فيه، بغيتي انك ديري الفرائض ديالك بالطريقه اللي افضل. تحت منهم تقدري ديري مثلا اهداف شخصيه، تكتبي فيها بغيت نقاد شعري ونهتم به اكثر، بغيت نهتم بالبشره ديالي، بغيت ندير سبور، بغيت نقرا كتب اكثر. المهم انك تقسميهم بهذه الطريقه هذه حيت كتكون واضحه، وكل واحد فينا راه عنده الاهداف اللي باغيها وكل واحد فينا كيعرف شنو باغي يحقق. فانتيا اللي بقى لك انك غير تقسميهم هكا باش كيكونوا واضحين اكثر. داوني غتسالي الكتابه ديال الاهداف ديال العام كامل في الصفحه الاولى، ما غاديش تمشي تخبي الدفتر حتى العام الجاي مع 12 الليل عاد تجبديه تشوفي شنو حققتي. غتخليه معاك العام كامل 12 شهر وانتي كتكتبي في داك الدفتر. الصفحه الاولى حيديها صافي، راه كتبتي فيها الاهداف بصفه عامه. الصفحات اللي بقاو ليك هادوك ديال كل نهار، ديال التخطيط اليومي، شنو غادي ديري كل نهار. وضروري ان الاهداف اللي غادي ديريهم يوميا يكون منهم حوايج اللي كيقدوا انك يساعدوك انك تحققي الاهداف اللي كتبتيهم في الصفحه الاولى. ما ننساوش ان الاهداف كيتحققوا بخطه اللي تكون بسيطه وبالاستمراريه بطبيعه الحال. مثلا بلاصه ما انك تقولي بغيت نقرا 12 كتاب في هذا العام، تقولي غنقرا صفحه من شي كتاب كل نهار. بلاصه ما تقولي خاصني نقاد فورمتي هذا العام، خاصك تقولي خاصني ناكل ماكله اللي تكون مزيانه ونمشي ندير سبور، وخاصك تمشي ديريها. بلاصه ما تقولي هذا العام خاصني ندير الفلوس، خاصك تقولي هذا العام خاصني نقرا، هذا العام خاصني نخدم، نعلم شي حاجه اللي غنقدر انني ندخل منها الفلوس. ما تبقاوش حطوا اهداف بعاميه، حددوا شنو بغيتوا بالضبط باش تقدروا انكم بصح تخدموا عليه.
دابا غادي نهضر معكم على امور اللي خاصنا نطوروها سواء في التفكير ديالنا ولا في الروتين ديالنا اليومي باش نقدو اننا بصح نحققوا الاهداف اللي حنا بغيناهم. اول حاجه اداره الوقت. راه الا عرفتوا كيفاش تنظموا الوقت ديالكم وعرفتوا كيفاش تبقاو تحطوا الاولويات ديالكم هي الاولى، ما تخليو حتى شي حاجه تشوش عليكم، ما تخليو حتى شي حد يتدخل في الوقت ديالكم، نتوما تنظموا الوقت ديالكم، تلتزموا بديك الخطه اللي نتوما دايرينها، كونوا متاكدين انكم غادي تكونوا منجزين وغتقدروا انكم تحققوا شحال من حاجه. كلنا عندنا 24 ساعه، حيدوا منها الوقت اللي كنعسوا فيه، الوقت اللي كيبقى لكم خاصكم تنظموه. ما تقولوش ليا الوقت ما كاينش، حيت كاين بزاف ديال الناس بشر عايشين معنا في نفس الكره الارضيه، عندهم نفس السوايع وكيقدروا يحققوا شحال من حاجه. بصح ان حتى الاستيعاب وكل واحد القدره ديالو هادشي كيختلف، ولكن راه حتى التنظيم ديال الوقت كيلعب دور. الا نظمتوا الوقت ديالكم كونوا مؤكدين انكم غتقدروا تحققوا شحال من حاجه. ثاني حاجه كوني متوقعه ان العزيمه ما غاديش تكون عندك العام كامل. حنا غير بشر، ما يمكنش اننا نكونوا ديما عندنا الطاقه وباغيين اننا نخدموا ونديروا شحال من حاجه. ما تقوليش مع راسك صافي هاد العام غادي نتبدل، ما غاديش يعرفوني. حنا غير بشر، عندك حياتك كامله باش انك تطوري وانك تقدمي وانك تخدمي على راسك. راه ماشي غير عام واحد كافي انك تبدلي فيه الجلده ديالك وتقولي حتى شي حد ما غادي يعرفني. واصلا من الحوايج المهمه هي انك تخدمي وتحققي وتنجزي لراسك بعدا، ما تسوقي لحتى شي حد. راه الا كنتي كتخدمي للناس وخاصهم يشوفوك تبدلتي، هذه اول حاجه غدير لك ستريس، غتكوني متوتره ومخلوعه وديها في كلام الناس. الا كانت عندك هذه الفكره، اول حاجه بعدا خصك تبدليها هي هذه. بدلي راسك وطوري من راسك على راسك انتي باغا تشوفي راسك احسن من داكشي اللي سبق، ماشي باغا الناس يصدموا فيك ويقولوا واو والله اللي تبدلات هذا العام. بقيتش تأنبي راسك الا شي نهار ما قدرتيش ديري شي حاجه وتقولي انا هذا العام قلت صافي غادي نتبدل وها انا عاوتاني ما قدرتش ندير. عادي جدا، شي نهار ما قدرتيش ديري شي حاجه خدي راحتك، نفسي بشويه عليك. اهم هو انك يكون عندك النهار اللي كتخدمي فيهم ولا النهارات اللي كتخدمي فيهم كثر من النهارات اللي كتجلسي كتفرجي ولا كتجلسي ما كديري حتى شي حاجه. الا كان العكس هو اللي مشكل. اما راه نورمال انك تكوني كتخدمي ولكن كيجيوك نهارات اللي ما تقدري ديري حتى شي حاجه. ثالث حاجه، ما تبقيش تسني السعاده حتى تحققي الاهداف ديالك. ما تقوليش انا غادي نكون فرحانه فاش غادي نحقق الهدف الفلاني، بالعكس كوني فرحانه دابا، انت عندك اللحظه هي اللي كتملكي في يديك. استمتعي بالرحله ديالك وانت كتحققي في الاهداف ديالك. السعاده راه ما كتجيش بتحقيق الاهداف، راه ممكن تحققي شحال من حاجه ومن موراها صافي ساعتين ساعه غتحسي بلي ما بقاش عندك ديك السعاده اللي انت كنتي كتوقعيها. شي علاش استمتعوا بالوقت ديالكم وانتوما كتطوروا من راسكم، ما تسناوش شي حاجه توقع في المستقبل هي اللي تخليكم فرحانين. اخر حاجه واهم حاجه ان يكون عندكم الصبر، يكون الصبر والاستمراريه. راه ما يمكنش انك تشوفي نتائج فوريه، انت مع غادي تبداي غادي تبدلي شويه بشويه. يكون الصبر تكون الاستمراريه. كيف قلت لكم نهار على نهار غتبقاي تطوري، كل نهار حاولي ديري واخا خطوه بسيطه للهدف اللي انت باغا ديري، غادي تشوفي نتائج. كوني متاكده مع الوقت. الغرض الرئيسي ديال الاهداف هما كيخليونا كنحسوا باللي عندنا شي حاجه كنفيقوا على ودها، شي حاجه كنديروها. ما كيبقاش عقلك فارغ وكيفكر في شي حوايج اللي ما غاديش يصلحوا ليك. الاهم هو انك غير كتفيقي وعندك شي حاجه باغا ديريها. استمتعي بديك الرحله وانت كتحاولي انك تحققي الهدف، حيت فاش كتوصلي ليه صافي راك وصلتي. تحفيز وداك الشعور الزوين راه كيكون في الرحله، كيكون في الوقت اللي انت كتحققي فيه. اما انت فاش كتحققيه كتكون واحد السعاده اللي لحظيه. عام جديد كيعني فرصه جديده، حط لراسك اهداف جداد، خدمي عليهم باستمراريه، طوري من راسك. عندك حياتك كامله باش تقدري انك تطوري، ماشي غير 365 يوم. See you in next video. Bye.